تخلي ماهر يضرب اخوه ليه؟ انت عارف ده وضعه ايه وده وضعه ايه هنا في البيت. يعني ايه ده وضعه ايه ده وضعه ايه؟ معلش معلش، ده ابن الخدامه. نعم. مش هقارن ده بده. الحلاوه دي يا حبيب ماما. بص بقى، انا عايزاك تكبر تبقى حاجه كبيره كده، دكتور، مهندس عشان تعمل لنا الحاجه بتاعت البيت. فاهمني؟ الكهرباء والكلام ده. مش انت بتحب تبص على الكهرباء وتشوف السلوك بتتعمل ازاي؟ يا اما دكتور تكشف على ماما، تكشف على بابا. ماشي يا روحي؟ ايه اتفقنا؟ تكشف على ماما؟ لا. امال ايه طيب؟ امال فين هدومي يا مرات ابوي؟ هدومك؟ هدوم ايه يا حبيبي دي؟ هدوم ايه اللي انت عايزها دي؟ اللي انا هروح بقى المدرسة. مدرسة؟ هو انت مفكر يا حبيبي ان انت هتروح مدرسة؟ لا طبعا، ده اللي هيروح وهيتعلم وهيكبر وهيبقى حاجة، وانت هتفضل ابن الخدام. هو ده مكانك هنا. بس امي ما كانتش خدام. مين اللي قالك كده حبيبي؟ لا، كانت خدامة. كانت خدامة في البيت هنا. وما تتعالاش على اسيادك، وتعود على خدمته من دلوقتي، عشان بعد كده هو ده اللي هتعمله. هو ده دورك هنا. يلا انزل لبس الكوتش لسيدك. بتقول ايه؟ يلا ما تتنحليش يا بابا، يلا لبس الكوتش لاخوك يا حبيبي. يلا اخوك اللي من ابوه. يلا يا بتقول ايه يا بابا؟ مرات ابوي؟ احنا اخوات زي بعض. لا يا حبيبي، مش اخوات. انا اللي اقول ان انتوا اخوات وبالعافيه حاسباها. انت ابن الخدامه، ما تقارنش نفسك بيه. يلا مش مرات ابوي. يلا بابا، ما تتنحش. ده ايه الغلب ده؟ اسكت يا ماهر، ما تضربنيش تاني. اخوك الصغير يا حبيبي وبيهزر معاك، مالك؟ مش انت بتقولي احنا مش اخوات؟ انا اللي اقول مش انت. ماشي. اعرف دورك يا كوكو، يا عسل، يا سكرة، يا روح قلبي ماما، يا ناس راح حداني الناس. اضربه يا ماهر. تلاقي يا مرات ابويا بيتعلم ان هو يضرب. انا بعوده حبيبي ان هو ياخد حقه من دلوقتي حتى لو منك. طب انا ما عملتلوش حاجه عشان ياخد حقه. ما عشان تتعود انت كمان على المعامله من دلوقتي. ايه اللي بيحصل ده يا هدى؟ ايه اللي بيحصل ده انت راجل؟ ايه اللي بيحصل؟ انت بتخلي ماهر يضرب اخوه ليه؟ انت عارف ده وضعه ايه وده وضعه ايه هنا في البيت. يعني ايه ده وضعه ايه ده وضعه ايه؟ معلش معلش، ده ابن الخدامه. نعم. مش هقارن ده بده. وانت تعرف عارف أقول إيه؟ وانا قايله لك من الاول. انا قلت لك 100 مره اوعى تقولي على مراتي خدامه تاني. والله يا الله حبيبي، يرحمها. الله يرحمها ويسامحها. هي ليها وضع وانا ليها وضع. ابنها حاجه وابني شيء تاني. نعم. اه، دول الاتنين عيالي. لازم عيالك. تعاملهم كويس. لا عيالك، بس ده ابن واحده انت عارف اصلها ايه وانا واحده اصلي ايه. حاجه تانية طبعا، ومش هقارنهم ببعض. يعني طول مش عمره هتقارنهم ابني ببعض. هيبقى باشا، انما انت عارف ده ايه. انت عارفه انت بتعملي ايه؟ انت والله. بتحط الحقد في قلب العيال. لا والله انا الجو عيل على عيل. حبيبي، انا كفايه عليا ان انا بكسب فيه ثواب ومربيه مع ابني اصلا في مكاني. ثوابيه اللي بتكسبيه وانت بتذليه. انا مش مجبره. ازاي يعني؟ يعني مش مجبره ان هو يبقى معايا. انت مجوزاني وعارفه ان ابني عايش معايا، عارفه ان انت هتخدميه، عارفه ان انت هتاخدي بالك منه، ودي اتفاق معاك. لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص. هو عارف هو وضعه وشخصيته هنا في البيت ايه. رايح جاي لده، يجيب لي ده ويخدم ده ويدافع عن ده ويحمي ده. دوره مش اكتر من كده، ولا يتقارن بيه ولا يلبس زيه ولا يتعلم زيه. هو ايه وده ايه. هو ايه؟ اه، الاتنين اخوات واحد. لا يا ما حبيبي، نسمحلكيش تفرجي بينهم كده. لا، وانا ابني حاجه تانية. انت ابنك حاجه تانية؟ اه، اذا كان عاجبك بقى. انا عايزك تقعدي عوج وتتكلمي عدل، العيال زي بعض. لا، مش هقارن ده بده. ده حاجه وده حاجه، ده شيء وده شيء تاني. وانا يا بابا مش هنروح المدرسة. اللي قال لك يا مصطفى ان انت مش هتروح المدرسه؟ انت هتروح المدرسه وتتعلم، تبقى حاجه كويسه كمان. يا حبيبي انا عمري ما انزل لك ولا نكسرك، هتفضل تتعلم زيك زي اخوك كمان. اوعى كده. فين كسوة مصطفى؟ لا، ما جبتلوش حاجه. نعم. هو ابني، هو مش ابني، ده اللي ابني. اروح واجيب له واعمل له واسوي له، انا حره. هو ابني، انا مالي يا اخويا. روح هات له انت. مصطفى خد اخوك وادخل جوه. انت كمان عايزني اجيب له زيه؟ ده خربت. اللي انت بتعمليه دي حاجه مش كويسه. وانا بقول لك بقى من الاخر كده، انا مش هقارن الاتنين ببعض، مش هعملهم سواسيه. ابني شيء وابن الخدامه شيء تاني. مفيش حاجه اسمها ابن خدامي، الاتنين عيالي والاتنين هتعاملهم كويس غصب عني كمان.
فهمت ولا فهمتيش؟ ان شاء الله بقى، دي سيبها للايام. ايه سيبها للايام يعني؟ سيبها للايام بقى ان شاء الله. كل واحد يعرف وضعه هنا ايه. هدي والله العظيم لو جيت على مصطفى تاني ما هتكون عايشه فيها هنا تاني. وانا بقول لك يا بسيوني ما تقارنش الاتنين ببعض. لا يبقى انت كده مش باجي على عيشي. عادي. يعني ايه عادي؟ يعني عادي، يعني ابني في السما، هو ده اللي عندي. ابنك ابني في السما. السما. طب خلاص يلا اتكل على الله على بيت ابوك. غوري يلا. بقى دي اخرتها يا بسيوني؟ دي اخرتها عندي، اللي ما تحترمش ابني يبقى ما تحترمنيش، يبقى تتكل على الله. يلا امشي. هتكل بابني، مش نعم. هتكل لوحدي. مالكاش عيال عندي. لا هاخد ابني. يلا ماهر، يلا حبيبي. لا حبايبي بس يا ماما ما تخليك معانا بقى. لا يا اخويا شكرا، مش ده كله بسببك؟ يا رب تكون ارتحت، اديني سايبها لك كلها. يلا حبيبي. رايحه فين يا هدي؟ ماشي يا بابا، ماشي يا بابني. ايه ده؟ يلا ماهر، يلا ماهر. عرفتي تربيتك؟ حتى الواد مش حابك بسبب معاملتك. دلوقتي يا ست اتكل على الله على اهلك، مالكيش عيال عندي. حتى لو خيروهم ابنك كرهك اصلا بسبب معاملتك. شفت العيل الصغير ربيتي في قلبه ايه؟ ابني صغير مش فاهم حاجه. يلا يا ماهر، يلا يا ماهر بقول لك. هتروح مع ماما كده يا ماهر. عرفتي؟ يلا اتفضلي، الباب يفوت جمل. طب انا عايزه الولد. مالكيش عيال عندي. اتكل على الله يا ست هانم، الباب يفوت جمل. يلا طب انا ماشيه. مع السلامه يا اختي. حبيبي انت يا مصطفى، بتحب اخوك وما تزعلوش. بسيوني حقك عليا. نعم. حقك عليا، انا مش هقدر اسيب الولد وامشي، مش هقدر. مش هتقدري؟ ايوه ابني مش هقدر. يعني مش هين عليك ابنك واليتيم الغلبان اللي بتذليه يبقى هين عليكي؟ ما انا بصراحه خايفه امشي تتجوز واحده تيجي تعمل ابني زي ما انا ما عملت مصطفى. يعني انت عارفه ان معاملتك غلط. حقك عليا يا حبيبي، ما تزعلش مني. خلاص انا انتوا الاتنين اخوات حصل وانتوا لي الاتنين حاجة. زي بعض. خلاص يا مصطفى، بص يا هدي، مش هسمح لك تزعلوا تاني وتفرجوهم عن بعض. لا خلاص. زي ما انت خايفه على ابنك خافه على اليتيم. ده المسح على راس اليتيم اصلا صدقه، حافظ عليه عشان ربنا يرزقك فيهم خير. خلاص حاضر يا بسيوني. تروح تكسي مصطفى زي ما كسيتي ماهر بالظبط. عيني النهارده دلوقتي. ما تزعلش بقى، حقك عليا. وانتوا الاتنين عيالي وانا ماما. انا ماما. ماشي. مبسوط؟ انا اسفه يا بسيوني، حقك عليا. حصل خير.